السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة المتواضعة وحلقة جديدة من الكورة دايما مجنونة. النهاردة هنتكلم عن بطولة جميلة وقوية جدا، بطولة كأس آسيا 2023 اللي هتقام في قطر يوم 13 يناير لمدة شهر. ناس كتير بتقول لي كأس آسيا ايه وقطر ايه مش عارف ايه. لا، كأس آسيا بقى فيه منتخبات قوية، غير ان التنظيم في قطر هيبقى قوي ومبهر زي لما نظموا كأس العالم في 2022. كانت ماتشات جامدة موت وحلوة، وميسي فاز بالبطولة في الآخر. فإحنا نتوقع ماتشات جميلة، استادات عالمية، تنظيم رائع، تصوير مبهر. يعني آسيا ويعني وقطر بالذات عندهم استاد لوسيل، واستادات كأس العالم دي هتبقى النقل التلفزيوني والحضور الجماهيري قوي، هتبقى ماتشات حلوه. طبعا فرق اسيا مش كلها قويه، معروفين البيج نيمز يعني والناس القويه في كاس اسيا ككوره. السنه دي المجموعات هم 24 فرقه، هيبقى 6 مجموعات. المجموعه الاولى فيها قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان. انا اتوقع من المجموعه دي تطلع تفوز قطر والصين. المجموعة التانية أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند. أتوقع أستراليا وممكن أوزبكستان أو سوريا. الهند ملهاش في الكورة خالص. المجموعة التالتة فيها إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين. طبعا أرشح إيران والإمارات. هونج كونج ملهاش خالص في الكورة. فلسطين تحية ليكو وتحية لشعبكم الصامت في غزة. ما أظنش إن أنتوا كان عندكم وقت او يعني الفرصة انكم تتمرنوا جامد، فممكن هيكون عندكم طبعا دعم جماهيري رهيب في قطر ليكوا، وكلنا معاكم وقلبنا معاكم. بس معرفش ككورة يعني ممكن تعملوا حاجة مع ايران والامارات. المجموعة الرابعة فيها اليابان، اندونيسيا، العراق وفيتنام. اندونيسيا ملهاش في الكورة وفيتنام ملهاش في الكورة، فانا ارشح اليابان اللي هي الباور هاوس في اسيا بالنسبة للكورة، من اكتر البلاد اللي فازت بكاس اسيا 3 مرات هي والسعوديه. وارشح العراق معاهم يعني تتاهل من المجموعه دي. المجموعه الخامسه فيها كوريا الجنوبيه وماليزيا والاردن والبحرين. طبعا كوريا الجنوبيه فريق قوي وسريع دايما وباور هاوس. ماليزيا ملهاش في الكوره. والاردن حسب يعني جاهزيه اللعيبه وحسب قوتهم يعني وارادتهم. البحرين ممكن تعمل برضو مفاجأة. فالمجموعة دي أرشح منها كوريا، الأردن أو البحرين. هتبقى كوريا وبين الأردن والبحرين. المجموعة السادسة والأخيرة فيها السعودية، تايلاند، قرغيزستان معرفش دي بتتقال ازاي، وعمان. طبعا السعودية، تايلاند، قرغيزستان وعمان. يعني أنا أرشح السعودية كالعادة. تايلاند ملهاش في الكورة وعمان معاه. معرفش قرغيزستان دي الكورة فيها عاملة ازاي. لو سألتوني ليه هتتابع المباريات دي، لازم نتابعها عشان مستوى الكرة في آسيا اتقدم قوي. في منتخبات بقت قوية وحلوة وبتقدم مردود كويس في الماتشات. زي ما قلت لكم البطولة دي هتبقى بين كام فرقة كده، هتبقى بين قطر وأستراليا وإيران واليابان وكوريا والسعودية. قطر، استراليا، ايران، اليابان، كوريا الجنوبيه والسعوديه. نتمنى طبعا ان فريق عربي يفوز بيها. السعوديه فريق ممتاز بيقدم مردود ممتاز. عندهم لعيبه حلوه جدا، الدوسري وكده، وعندهم بقى دوري قوي جدا. جابوا لعيبه زي رونالدينهو ونيمار ولاعيبه كتيره قوي بتقوي الدوري عندهم، كلنا بنتابعه وماتشاته جامده. وغير كده السعوديه كانت في كاس العالم عملت ماتشات حلوه قوي اللي فات، غلبت الارجنتين في مفاجاه رهيبه 1-0 في اول ماتشاتها. بس بعد كده ما كان نفسها قصير شويه واصطدمت بفرق تقيله يعني برضو تنحت معاها.
فالسعودية من البلاد اللي هي أكتر البلاد اللي فازت بكأس آسيا 3 مرات مع اليابان. فدايما اليابان فريق برضه قوي وسريع وعنده ستامينا ولياقة بدنية قوية وسريعة. وكوريا الجنوبية معروفة، كانت قبل كده ثالث العالم أو رابع العالم على ما أعتقد، في كوريا واليابان. فيابان، كوريا، السعودية، استراليا، ممكن قطر برضو تعمل مفاجأة، كانت واخدة كأس آسيا المرة اللي فاتت فيمكن تعمل مفاجأة. فهنشوف الماتشات ونتابعها ويا رب تعجبكم. واحنا هنا في القناة عاملين مسابقة جميلة جدا، اشتركوا معانا في القناة وتوقعوا مين اللي هيفوز بكأس آسيا. توقعوا مين اللي هيفوز بكأس آسيا، أي فرقة، وهتكسبوا معانا وايرلس بلوتوث هيدفون جميلة. وهيبقى في مسابقات كتير بالنسبة لكأس آسيا، بس اشتركوا معانا وتابعونا، يبقى في تفاعل وإن شاء الله ننبسط من الماتشات ونحللها ونتوقع الماتشات قبل ما تتلعب، ونحللها بعد لما تتلعب مع بعض، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. ماتشات كورة جاية كتير الفترة اللي جاية، تابعونا. ودايما اشوفكم على خير وصحة وسلام. وبشكركم على حسن المتابعة. تحياتي ليكم، ونشوفكم في حلقة جديدة قريب ان شاء الله في الكورة دايما مجنونة. تحياتي ليكم، شكرا.